السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنكمل معاكم تجهيزاتنا لشهر رمضان الكريم، وهعمل معاكم فانوس حصري ان شاء الله اول مره تشوفوه، وفي كمان فكره فانوس تاني. انتظروا تابعوا الفيديو للاخر، وباذن الله الافكار النهارده تعجبكم. جبت كده قطعه الكرتون تكون طويله كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقصيت كده شكل الشباك ده على ورقه، وهبتدي بقى ان انا كده اقصه وافرغه من العلبه. النهارده ان شاء الله الفانوس بسيط وسهل والكل يقدر يعمله باذن الله. انا كده فرغت الجهتين، بس هبدأ بقى كده ان انا احاول ان انا الزق القاعدة او الجزء بتاع الفانوس اللي فوق. بس هبتدي ان انا بعد ما الزقه كده هقويه شوية، لان حسيت ان هو ضعيف، لان عايزة الجزء من فوق يبقى تمام معايا. جبت كده قطعة كرتون تاني وهبتدي ان انا اثبتها. لو الغطا شايفاه انه قوي مش مستاهل الجزء ده، عادي ممكن تستغني خالص عن الخطوة دي. كده انا ثبت الجزء اللي فوق. هبدأ بقى اجيب قطعة كرتون وهبتدي ان انا اثبتها تحت، عشان اخلي برضو القاعدة معايا متينة، وفي نفس الوقت اعليها شوية. وهبتدي ان انا استخدم في الفانوس معاكم النهاردة الستيكر الليزر ده. تقدري تستخدمي ستيكر ليزر فضي او ذهبي زي ما تحبي، بس النهاردة الفانوس بتاعنا جولد وهيعجبكم ان شاء الله. وكل الخامات اللي هنستخدمها بسيطة وغير مكلفة، يعني هنعمل فانوس شيك، وبإذن الله بإذن الله مش هتلاقيه مكلف خالص، وسهل جدا جدا في عمايله. هبدأ أغلف العلبة بطريقة بسيطة جدا. طبعا هو بيلزق، فمش هستخدم هنا الشمع، عادي هبتدي ان انا الزق كده العلبة كلها، واحاول ان انا ما اخليش اي هوا في الستيكر. وهبدأ بقى ان انا اقص الجزء اللي فوق ده واتنيه، وبغلف العلبة معايا جدا زي اي تغليف احنا بنعمله، ما فيهوش اي حاجة، بسيط جدا. اجيب بقى القطر او اي حاجة واقطع بقى كده الجزء اللي في المنتصف ده، عشان طبعا هتني كل الاطراف دي لجوه عشان يظهر معايا الشباك اللي انا عملته. ان شاء الله تصميم الفانوس النهارده يعجبكم باذن الله، جديد ومختلف، وخاماته كلها حاجات كنا هنرميها وتقدري ان انت تستغليها وتعيدي تدويرها من تاني. يعني احنا استخدمنا كرتونة لاي علبة كانت عندنا، اي جهاز جالنا فيه. انا كده اهو خلصت الجزء الامامي، برضو هعمل نفس الموضوع في الجزء الخلفي. ابتدي بقى ان انا طبعا انا عندي الكرتون ظاهر من جوه. جبت كده قماش تسوق لونه اسود، ده تقدري تستخدمي هنا في الخطوه دي فوم، بس انا ما حبيتش ان انا اكلف الفانوس اكتر من كده. حبيت ان انا استخدم حاجه غير مكلفه، غطيته كله من جوه بقماشه شنطه التسوق ده. لو مش متوفر عندك ممكن تحطي فوم ساده، فوم جليتر، المهم ان انا مش عايزه الكرتون يبقى واضح معايا من جوه. ابدا بقى اجيب قطعه تانية هحطها برضو في القاعده، وهبدأ برضو أغلفها بنفس شنطة التسوق اللي أنا استخدمتها. هنا أنا بلزق من الظهر لو تاخدوا بالكم، لأن هنا قماش أي شنطة تسوق مع الشمع بيسيح، فخلي بالي مش عايزاه يظهر طبعا معايا من الجهة التانية. وبيكون برضو مسدس الشمع هادي شوية عشان ما يبوظليش القماشة دي. هبدأ كده بقى أنا كده خلصت خلاص القاعدة، أجيب بقى هنا شمع بقى والزقها. أنا كده عملت قاعدة تانية غير القاعدة اللي أنا كنت عاملاها في الأول. أنا عايزة أعلي الجزء ده وفي نفس الوقت يبقى متين، وكده أنا غلفته بطريقة نظيفة. هبدأ بقى أجيب قطعة فوم أسود هحطها كده على قمة الفانوس من فوق. أنا عندي الفانوس هنا ملوش قاعدة، هو مستطيل كده، بس هيبقى ليه قبة. هتشوفوها معايا ان شاء الله هنعملها ازاي. انا كده لزقت بالشمع القطعة السوداء من الفوم. هجيب بقى شريط تزيين اسود، وطبعا اي شريط تزيين تقدري تستخدميه، بس هنا هنستخدم اللون الاسود هيكسر معايا اللون شوية الذهبي. تقدري تستخدمي اي شكل طبعا. هبدأ ان انا احطه على الحواف كلها بتاعة الشباك اللي انا عملته كده للفانوس، هيظهر معايا ويديني شكل جمالي ويحددهولي. ان شاء الله فانوس النهارده يعجبكم والكل يقدر ينفذه، وان شاء الله مش هيكلفكم اي حاجه، وهتطلع نتيجه باذن الله تعجبكم في الاخر. انا هنا خلاص خلصت كده الجزء ده، هعمل برضو بنفس الطريقه الجهه التانية. هيبقى معايا الفانوس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده اهو من الجهتين. ونشوف بقى هنعمل القبة ازاي. جبت ازازة الزبادو دي، طبعا اي ازازة الشكل ده تنفع، انا عايزاها لونها ابيض كده علشان هتظهر معايا، دي هتبقى داخل الفانوس من جوه. هبتدي ان انا اقطع الجزء ده كده، وهنشوف بإذن الله انا هستخدمها ازاي وايه دورها. طبعا كنت ممكن احط الشمعة كده على طول من جوه، بس انا حبيت برضو اعمل شكل مختلف وشكل جديد للفانوس من الداخل، لان انا مش هحط له بلاستيك او احط له حاجز او اغلفه بيه، يعني من ان هي الشباكين مش هيبقوا مقفولين، هيفضل مفتوح كده. جبت كده القطع برضو اللي انا استخدمتها شريط التزيين الاسود، هبدأ ان انا ازينه بيه كده، اعمل 3 ادوار، دور فوق ودور في النص ودور تحت في القاعدة.
هيبقى كده أنا زيّنته بنفس الخامات اللي من فانوس عشان يعمل لي matching كده ما بين الشغل برّه وجوّه، وفي نفس الوقت هيظهر معايا يداري لي إن دي كانت قطعة أصلًا علبة زبادي أو علبة مشروبات أصلًا. أجيب بقى أعمل قاعدة من الفوم، مش مهم كرتون لإن كده الجزء ده كلّه هيتلزق فمش هيبان، مش هاستخدمه يعني، أنا بس باقفل بس كده عشان أعرف كمان ألزق ويبقى ثابت معايا. هابدأ كده إن أنا قبل ما ألزقه هاجيب نفس شريط الليزر اللي أنا استخدمته، أبتدي إن أنا أقصه شرايط رفيّعة كده، ولو عندِك الشريط الجاهز التابل الجاهز ممكن تلزقي بيه، بس استخدمت برضه من بواقي القصاقيس اللي أنا عملت بيها الفانوس. هابدأ كده أثبّتها كده، وهيبقى دي كده زي الجزء اللي هاحط فيه الإضاءة. هاجيب بقى بقية الإزازة طبعًا مش هارميها، هاعمل منها القبة بتاعة الفانوس. هاخد كده ده كان غطا إزازة خل، أبتدي إن أنا أقص الرقبة بتاعته كده، هاخدها وألزقها على الجزء القاعدة بتاعة علبة الزبادو دي، هالزقها هتبقى معايا الشكل بقى كده. أبدأ بقى إن أنا أغلفه عشان يبقى مناسب ومتناسق الألوان بتاعته مع الجزء اللي أنا عملته تحت من الفانوس. برضه بنفس شريط التزيين هابروز الجزء ده كده، وأجيب بقى خيط مكرمية أسود أو صوف اللي متواجد عندِك، أبدأ إن أنا ألزقه على الجزء اللي هو بتاع غطا إزازة الخل كده، أغطيه كله. أنا هنا عملت دورين على فكرة مش دور واحد عشان يبقى ليه سماكة كده معايا شوية، وهاجيب شريط تزيين دهبي أحطه كده عشان يظهر معايا كده من فوق لون دهبي برضه زي اللي تحت، وهتبقى معايا كده. جبت بقى شريط رفيع من الزجاجة، طبعا هي بتبقى مدورة، قصيتها هتعمل معايا اليد بتاعة الفانوس، غلفتها كده وحطيتها في الجزء اللي فوق من زجاجة الخل، وحطيت هنا جزء من شريط التزيين عشان يقفل معايا الفتحة اللي فوق ولولاية، وبقت كده جاهزة معايا. هابدأ بقى إن أنا ألزقها فوق على القمة بتاعة العلبة أو الفانوس، هيبقى معايا بالطريقة دي كده. ابتديت ألزق بقى استرسات كده كبيرة لونها أسود في دهبي برضه، كانت تبقى موجودة عندِك في عباية، موجودة في أي حاجة، أو اشتريهم كده مش هيكلفوكِ حاجة، ولزقتهم من اليمتين. وجبت شريط تزيين هنا فضي في أسود برضه، وبروزت بيه الجزء اللي فوق اللي عند الفوم اللي أنا حطيته كده عشان يديني الشكل زي ما انتم شايفينه كده. وفاضل بقى كده وحدة الإضاءة اللي احنا هنحطها في الفانوس، هنا شمعة مضيئة أو سلك ليد تقدري تحطيه في الجزء اللي احنا عملناه للإضاءة ده. ودي كانت أول فكرة معانا للفانوس، إن شاء الله يكون عجبكم. لسه في فكرة تانية وفانوس تاني. لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس لو الفكرة عجبتكم طبعا. وادي شكله النهائي إن شاء الله بإذن الله ينور رضاكم. ويلا بينا نشوف الفانوس التاني وفكرتنا التانية ان شاء الله تعجبكم برضو. هنجيب بقى كده ازازة حاجة ساقعة من الصغيرين دول او اي حاجة كده شبهها، ابدأ ان انا اخد افصلها كده زي ما انتم شايفينها. عملت قاعدة قصيتها ل3 اجزاء، وجبت رول الكرتون ده، هبدأ ان انا اغلفه كده بشريط الستان الاحمر ده. تقدري تستخدمي شريط عريض لو متوفر عندك، بس هي كده نفس الفكرة ان انا هلفه عليه كله. المهم ان انا اغطيه كله بشريط التزيين طبعا، يبقى معايا شكله بالطريقه دي كده. اجيب بقى قطعه الزجاجه اللي انا خدتها اللي في المنتصف، هبتدي ان انا بنفس شريط الستان، بس طبعا انت لو استخدمت شريط عريض تحت، انا محتاجه هنا في الفكره شريط ستان رفيع، لاني هعمل زي 7 8 كده على الازازه. اهدي المسدس الشمع عشان البلاستيك ما يبص معايا زي ما اتعودنا، نقطه بسيطه كده فوق وتحت، وهعمل ال7 8 والفها من جوه لبره. هتبقى معايا شكلها كده برضو شكله جديد، وان شاء الله باذن الله. الخامات المستخدمه فيه بسيطه جدا. جبت قطعتين من الفوم بنفس قطر الدايرة هنا حوالي 7 سنتي. هبدأ ان انا اعمل لها بس 7 و8 كده من على الحرف عشان يبقى شكلها كده. لو عندك مقص يقوم بالموضوع ده تقدري برضو تعمليه. هبدأ كده ان انا الزقها على الجزء ده، دي قاعدة الفانوس. هبدأ ان انا الزقها كده عليها، وهبدأ بعد كده اجيب الجزء اللي في المنتصف من الفانوس اللي هو جسم الفانوس. هبدأ ان انا برضو احط عليه شمع بسيط كده، وابتدي ان انا الزقه. بسيط وسهل وخامته بسيطة وموجودة عندنا ان شاء الله. هنجيب بقى قطعة الفوم التانية، هبدأ برضو ان انا اثبتها كده فوق، دي اللي انا هحط عليها القبة بتاعة الفانوس. استخدمنا هنا فوم وازازة بلاستيك ورول كرتون، اي كلها خامات متوفرة عندنا ومش مكلفة. هبدأ بقى اجيب الجزء اللي انا قصيته من الزجاجة من فوق ده، ابتدي ان انا اغلفه كده بنفس الستان اللي انا استخدمته في جسم الفانوس وفي قاعدة الفانوس. وهنا قطعة فوم كده من فوق، وابتدي بقى ان انا احط كده شريط برضو من سواء استرس او شريط من الفوم. انا هنا قصيته بالمقص المشرشر كده اللي بيديني زجزاج كده على الحرف. تقدري تستغني عن الحتة دي لو مش عندك، وممكن تحط شريط تزيين او تقصي الفوم بدون الزجزجة او بدون الشكل اللي عليها ده، هيطلع برضو الشكل معاكي شكله حلو.
هابدأ كده إن أنا أحط شرايط كده من الفوم، سواء بقى قصيتيها بالمقص أو لأ، هي هتديكي برضو نفس الشكل. هابدأ إن أنا أحط كده شرايط وأبتدي إن أنا بخلي كده طبعا الفانوس من فوق ليه قبة بتاعته تبقى شكلها حلو. ده المقص اللي أنا استخدمته. هابدأ إن أنا أقص قطعة بس عريضة شوية، حوالي سنتي وشوية. دي هعمل بيها يد الفانوس، وهجيب شريط الستان الأحمر اللي استخدمته برضو في الفكرة. هبتدي إن أنا ألزقه عليها كده عشان يبقى معايا يد الفانوس وكل أجزاء الفانوس فيها ستان معايا. أحط طبعا، تقدري هنا تستخدمي أي لون ستان تحبيه، يعني أنا استخدمت هنا الأحمر، تقدري تستخدمي أي لون. نبدأ نلزق اليد بالطريقة دي كده عشان نحط بعد كده عليها القبة اللي احنا عملناها. قد ايه الفانوس بسيط وما خدش وقت خالص في عمايله، يعني تقدري تنفذيه وتفرحي بالولاد بكل سهولة. هبتدي ألزق برضو هنا القبة بتاعة الفانوس، وخلي بالي من الشمع ما يكونش سخن. واقول تاني ده سلك ليد بقى. هبدأ ان انا اعمله وحدة الإضاءة عندي. طبعا انا عندي الجزء ده كده فوم، هبتدي ان انا افتح بيه فتحة كده صغيرة من القاعدة من تحت. يعني ما حطيتش شمعة ولا كرتون ولا اي حاجة، هنا استخدامي للفانوس كله فوم ورول الكرتون وازازة صغيرة. هبتدي ان انا ادخل منها بس كده فتحة صغيرة سلك الليد، وابتدي ان انا الزق الوحدة اللي أنا افتح منها دي كده في جنب من الجوانب. يبقى كده الفانوس جاهز معايا. بس هيبقى باقي خطوة واحدة بس. هجيب برضو شريط فوم ذهبي، هبتدي ان انا احطه على القاعدة من تحت. حسيت كده ان انا عايزة بروز القاعدة من تحت، لو مش حابة ما تحطيش. هبدأ ان انا الفه عليها كده من تحت، وتبقى الفكرة كده ان شاء الله جهزت وخلصت، والفانوس التاني خلصناه. وهنبدأ برضو ننوره ونشوفه بعد ما ينور هيبقى عامل ازاي. يا رب يكون الفكرتين النهاردة عجبوكم، افكار الفوانيس بتاعتنا النهاردة عجبتكم. هنا بقى نبدأ كده. خلصت هنا اهو القاعدة، ابدأ بقى ان انا انور الفانوس ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. طبعا ممكن تستخدمي هنا شمعة مضيئة وتحطيها مكان سلك الليد وتثبتيها. والله الولاد هيفرحوا بيه جدا. فرحيهم بحاجات بسيطة وبخامات كلها من كراكيب البيت. وادي الشكل النهائي، يا رب يكون عجبكم. عملنا افكار كتير لفوانيس رمضان بخامات كتير واشكال كتير. عندكم قائمة تشغيل باسم افكار لشهر رمضان الكريم، تقدروا تدخلوا فيها وتشوفوا كل افكار رمضان اللي احنا عملناها، وديكورات رمضان وزينة رمضان. وانتظروني في فيديو جديد وافكار كتير من اعادة التدوير ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.